السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحلقة اليوم عن لالا عباس أو الساعة الرابعة أو وردة المساء. طبعا احنا بالعراق نسميه لالا عباس، وبعض الدول الساعة الرابعة وردة المساء يسمونها. طبعا بيها عدة ألوان، بيها الأصفر، بيها الأبيض، بيها الوردي، وبيها الأحمر، وبيها بعد بيها ألوان مشطبة، يعني أزيد من لون تلقى بيها. طبعا هي تنزرع عن طريقتين. طريقة البذور، تصير من تطلع الوردة انه بتصير بيها تطلع البذرة مالتها أول مرة خضرة، انه بتصير سودة تميل اللون للأسود. تزرع البذرة مالتها خلال موسم الربيع، ناجحة 100% طبعا. هذا نوع من الأنواع معمر، نوع من أنواع الأشجار الورد، يعني معمر. بس هنا احنا عندنا بالعراق بمحافظة البصرة درجة الحرارة مرتفعة، توصل 52 53 50 يعني بالصيف، فما يتحمل أجوانه. يعني سان هذن حاطين منطقة ظلية وفي عليهن، يعني ما يروحن شمس قليل وانتهن، يعني ما يعيش هدي، ما جاي يعيش هدي، انتهن ماتن. طبعا انا زارع هنا عن طريق البذور. هذا زرعت، حصلت على بذورهن وزرعتهن، ما شاء الله انه طلعن بساع، يعني زرعت ازيد من 20 وحدة وكلهن طلعن. بس ما عاشن عندي، ما زهرن لان جونا حار كلش. بس وتنزرع وتنزرع عن طريق العقل، مثل ما تشاهدون هنا. تقدر تقطعها من هنا تقطع وتعقل هي مجدر إذا عندك. تاخذ يعني يصير لك خلال فترة يصير عندك نبات ثاني غير هذا. يعني أفرع شون تطلع أفرع هيج، تاخذ أي فرع منه أفرعها وتجدر هنا يطلع. بس أنا سيدي أراويكم، أنا مو على كثار هاي، أيدي أراويكم شون ماتن عندي. هاي انتهينا ذني، هاي ايضا انتهت، هاي كلهن انتهن. قلتلكم جونا حار وهاي ما يستحملن، وري زايد صار عليهن لان عطشن ترجع تسقيهن فانتهن. هاي كلهن انتهن، بس هاي ما انتهت يعني نهائيا. ما لكم شغل بهذا، بالغسل مالها هذا ما لكم شغل بيه. انتهى ما انتهى، مات ما مات، هذا ما لكم شغل بيه، لا تهتموا له اصلا، لان مو هذا الاصل. ترجع تنمو هاي وتخضر مرة ثانية بالموسم الربيع، ترجع تنمو. هسه هاي مو شوفوها ماتت وانتهت، ترجع تنمو ان شاء الله بالربيع. راح اراويكم ليش تنمو وتطلع بالربيع مرة ثانية. شوفوا لكم شغل اهم شي بهذا. هذا يرجع ينمو من جديد. هنا هاي شوفوا شكلها، شكل الفجل، يعني الراس مال الفجل شكلها تشبهه. هي هاي هنا اهم شي، هاي الاصل. خلنا اراكم واحدة عندي اكبر من هذي. شوفوا هاي اكبر من هاي هي الاصل، هي تخليها ترجع تنمو من جديد. انا ما كنت اعرف هاي المعلومة لحد ما صارت عندي بهاي الشجرة. هاي شوفوها كبيرة،
وهمينة من الحارة وهاي باعولها أوراقها والأغصان هم راحن. هاي كذلك كانت غير شجرة فماتت، ضجت عليه. هاي اشتريتها مشترى أنا، ضجت عليه فجبت نبات ثاني زرعته نفس السندانة. يعني أنا ما مغير سندانة، أنا صار لي تقريبا سنة كاملة ما مغيرها. جبت نبات ثاني زرعته هنا، فمن اجا موسم الربيع يعني أنا ما زال إحنا بيها بذور، فطلعت. من طلعت تفاجأت يعني، سألت دورت باليوتيوب، دورت على جوجل، عرفت إن هي هاي. أهم شي هاي الأصل، تطلع هاي مرة ثانية تنمو، تطلع لك نبات ثاني. هي شي حلو يعني، بس احنا جوانا ما تستحملها. بيها عطر أيضا خفيف، عطرها خفيف. يعني أنصحكم أنا بزراعتها، بس مو بأجواءنا احنا أهل البصرة، بأجواء يعني الخليج والهاي ما تصير عندهم، تموت إلا بمكان ظل كلش، تحتاج الرطوبة. بس بالعراق ما أنصح، بالذات بالبصرة يعني محافظات يمكن مثل كربلاء، حلة، ديالى زرعوها، بس هنا لا، بالجنوب. إذا عجبكم الفيديو اعطونا لايك واشتركوا بالقناة، إن شاء الله يعجبكم الفيديو.